السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم فيديو جديد، فيديو حلو ان شاء الله يعجبك بإذن الله، وان شاء الله تستفادوا منه بإذن الله. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل الكوارع النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا. هنعملها في الطاجن كده ما شاء الله عليها، هتطلع معاكي روعة الروعة بإذن الله. لما تشوفي الفيديو ده هتعتمدها دايما عندك. بس بتمنى منكم قبل ما نشوف الفيديو وقبل ما نشوف الطريقة ما تنسوش تدعوا لأمي وأبويا بالرحمة، وكمان ما ننساش اخواتنا في غزة وفي فلسطين وفي كل الدول العربية، ربنا ينصرهم بإذن الله وربنا يعينهم على اللي هم فيه. الوصفة بتاعت النهاردة سهلة وسريعة ومش معقدة أبدا بإذن الله، وإن شاء الله تعمليها وتطلع معاكي أحسن وأحسن، وربنا يحسن ما بين إيدينا. وبتمنى بقى لو ما فيش حد مشترك عندي في القناة يا ريت تشتركوا وتعملوا لي كومنت حلو كده من إيديكم ولايك حلو كده علشان الفيديو يتشاف وكل الناس تشوفه بإذن الله. وندخل كده نشوف الطريقة ونشوف الكوارع القمر اللي احنا عملناها دي عملناها ازاي. اول حاجة يا بنات، الحاجات اللي زي الكوارع والفشة والكرشة والممبار والحاجات دي اهم حاجة فيها الغسيل. تغسليها كويس هتديكي طعم وحلو جدا. انا غسلتها طبعا بالجنزبيل والدقيق والخل والليمون، وبصوا غسيل زي الفل. بتدعكيها الاول بالدقيق والجنزبيل والليمون على الناشف كده، وبعدين تنقعيها لمدة ساعتين في المية، وكل شوية وتغسليها تاني، تغسليها اكتر من مرة. اول حاجه بقى في الطريقه بتاعتنا النهارده هنعمل ايه. انا معايا حله على البوتاجاز كان فيها ميه بتغلي، نار بتغلي قوي، نزلت فيها الكوارع لمده 5 دقايق بالظبط، وبعدين شلتها منها ورميت الميه دي. إن انت حابه تعملي الخطوه الاولانيه دي اعمليها، مش حابه وتسلقها على طول دي بترجع لك. لكن صدقوني يا بنات الخطوه دي بتفرق معاها جدا جدا في الطعم، وبتفرق معاها في الشوربه، وبتفرق معاها في كل حاجه. لو انت حابه تغلي الكوارع اول مره، غسلت الحله وجبت ميه نظيفه وخليت الميه تغلي كويس جدا، ونزلت عليها بالكوارع بالشكل ده زي ما انتم شايفينها معايا كده. لو عملت الخطوات دي هتديكي نتيجه حلوه جدا. نزلت معايا بالفلفل الحصى، فلفل اسود حصى وحبهان وورق لورا وبصل وجزر. ولو انا نسيت الطماطم، لو حابه تضيفي الطماطم ضيفي حبايه طماطم معاها، قطعيها كده، اقسمي الطماطميه 2. سبتها بقى ركنتها على جنب، ما حطيتلهاش اي حاجه تاني بقى، ولا ملح ولا اي حاجه، ركنتها بقى كده على جنب لحد ما تستوي. خدت معايا حوالي ساعه، ساعه وربع كده. وجبت معايا هنا حله علشان نعمل الصلصه الحمراء بتاعتنا الجميله اللي احنا عارفينها بتاعت ال اللهم صل عليك يا نبي بتاعت الفتة. هنعمل النهاردة معاها فتة حلوة جدا، وهنعمل طشة حلوة قوي هتشوفوها معايا بصم، هتخلي فتة الكوارع تاخدها في حتة تانية خالص. يا دوب صفرت بس التومية كده، ونزلت عليها بالطماطم وسبتها تتسبك، وبعدين نزلت بمعلقة السكر والملح وثلاث معالق من الخل وكمون وفلفل اسود وبس، ما بتحطلهاش اكتر من كده، اللي هي الصلصه بتاعت الكوارع بالشكل ده زي ما انتم شايفينها معايا كده. وسبتها تغلي شويه كده لحد يا بنات ما تحمروش التومه قوي، علشان ما احنا في الحر، فما ينفعش تبقى تقيله قوي، والمعلقه السكر دي بتفرق قوي قوي في الصلصه. جيت هنا قلت اعمل الرز كده علشان ننجز ونعمل الوصفه بتاعتنا بسرعه. نزلت الاول بمعلقتين دقيق، وبعدين فصين من المستكه، ولو في عندك حبهان بتبقى روعه الروعه. بس بصراحه ما كانش عندي، فمش هنوقف الوصفه ومش هنكمل الطبخه بتاعتنا. قلبت شوحت الرز كده تشويحه حلوه بالمعلقه الزيت والحبهان مع بعضه كده، وبعدين نزلت بالميه، وبعدين حطيت معلقه خل. ولو في عندك يا بنات كرفس ضيفيه على الكوارع، بيدي لها طعم حلو جدا جدا، بس انا سالت عليه في الايام دي قالوا لي بيبقى موجود في الشتاء بس. هنا معلقه الخل على الرز اهي، وبتسيبي الرز وتركنيه على جنب. يبقى احنا كده انجزنا وعملنا كذا وصفه، وعملنا احلى فتة كوارع في بالكوارع بشوربة الكوارع، كانت روعة الروعة. هنا بقى بعد ما عدى حوالي ساعة وعشر دقايق، ساعة وربع، كانت الكوارع استوت معايا بالشكل ده ما شاء الله عليها يا بنات، كانت دايبة دوب كده اهي ما شاء الله عليها، حلوة جدا، وكان طعمها حلو قوي، وكمان الشوربة بتاعتها كانت احلى واحلى بجد والله يا بنات مش كلام.
وهتجربيها باذن الله بالطريقه بتاعتي دي، هتعجبك ان شاء الله. هنا بدات اشيلها بقى علشان نحطها في الطاجن، بس الاول هنعمل الطشه بتاعتها اللي هتخلي الكوارع روعه الروعه. معايا هنا يعني حوالي ايه 5-6 فصوص توم كده، شوحتهم يا دوب اخدوا لون خفيف جدا جدا، ونزلت عليهم بربع كوبايه من الخل، واخدت حوالي نص كوبايه صلصه من الصلصه اللي احنا عاملينها، ونزلت عليهم على التوم كده والخل، وسبتهم يغلوا 5 دقايق، وبعدين ايه طفيت عليهم النار. وهنكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. هنا معايا عيش فلاحي من العيش البلدي بتاعنا اللي احنا بنخبزه في الافران البلدي دي، قطعته بالشكل ده وحمصته، حطيت تحته ورقه من الزبده ودخلته تحت الشوايه، وحطيت عليها معلقه سمنه، ودخلته ايه الفرن يتحمص معايا بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا بقى. كان طعمه حلو جدا، اعطيله طعم حلو قوي واسهل واسرع من انك تحمريه في الزيت على البوتاجاز. هنا رصيت بقى الكوارع بتاعتنا في الطاجن بتاعنا كده، ونزلت عليها بحوالي 3-4 معالق من اللي هي الصلصه اللي فيها الثوم، وحوالي نص كوبايه او كوبايه من الصلصه التانية، ودخلتها الفرن وطلعت معانا بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. حد يصدق ان دي كوارع؟ روعه الروعه بجد يا بنات. جربوا الطريقه دي هتعجبك باذن الله، وان شاء الله هتتبسطي منها لما تعمليها بالشكل ده. هنا بقى حبانا نعمل بقى احلى طبق فته. بصوا حلو جدا جدا. حطيت الاول العيش كده ورشيت عليها حوالي نص كوبايه او ربع كوبايه من الشوربه، بس الحته دي اتقطعت مني يا بنات، التليفون كان فصل مني. ونزلت بشويه من الصلصه اللي فيها الثوم والصلصه التانية وشويه من الرز، وبعدين زينتها كده بالصلصه بتاعتنا الجميله دي. الصلصه كانت حلوه قوي يا بنات بالشكل ده. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويا رب يا رب تكون فيديوهاتي كلها خفيفة عليكم باذن الله. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله. مع الف سلامة وفي رعاية الله.